السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض البشاميل. طبعا البشاميل غنية عن التعريف، حبيبة جميع المصريين، مفيش حد ما بيحبهاش. هنعمل بصلتين هنقطعهم صغير كده، تنزل عليهم بالزيت. الزيت ضروري في اللحمة المفرومة، بيبقى خفيف معاها. هتنزل عليها باللحمة المفرومة كده، طبعا شوية الملح، وتقلبيها كويس. اهم حاجة تقلبيها كويس عشان اللحمة المفرومة ما تبقاش معاكي مكتلة. شوية فلفل اسود، تخلي الطعم في حتة تاني. انا بحب الفلفل الاسود عشان كده بحب ازود فيه، خلي الطعم بتاع الاكل مظبوط وجميل. وهننزل عليها بفلفل اخضر وطماطم. يا ريت لو في فلفل احمر، فلفل احمر بيبقى حكايه في البشاميل، بيدي طعم تسكيره كده رهيب. تهدي عليها وتسيبيها على جنب. دلوقتي هنعمل المكرونه. طبعا الميه بتغلي وهننزل عليها شويه ملح. المكرونه لازم تكون معاكي نص سوا، لان لو استوت سوا كامل المكرونه البشاميل هتبقى معاكي معجنه ومش حلوه. لازم اهم حاجه في المكرونه البشاميل، المكرونه لازم تبقى نص سوا عشان تطلع مظبوطه معاكي. وتقلبيها كده عشان ما تبقاش شابكه في بعضها هي وبتتسلق. دلوقتي هنعمل البشاميل، صوص البشاميل. تجيبي سمنه او زبده، يفضل بس الزبده، الزبده بتبقى طعمها حكايه برضو. وانا دلوقتي هتلقوني بحط دقيق تاني لان حسيت ان المقدار قليل اللي انا عاملاه. وتقلبيها كويس، اهم حاجه التقليب. كل ما يدك في البشاميل وتقلبيه هيطلع معاكي مظبوط ومش مخرز معاكي، هيطلع معاكي ناعم كده وكريمي. اهو. انا البشاميل بعمله وبحطه بمرقه. دلوقتي هنحط المرقه، بس انا البشاميل ما بحطش لبن كتير، لان معايا في البيت مش بيحبوا اللبن الكتير، اخرهم كوبايه في الاكل، عشان لو زاد عن كده مش بيرضى ياكلوا. فانا بحط كوبايه لبن عليها كوبايتين ميه، او كميه الميه اللي هنحطها. او مثلا انت لو ما عندكش لبن هتعمليها بشوربه، تعمليها بشوربه عادي بتبقى برضو جميله، بتعمليها بميه عادي برضو بتبقى برضو جميله. كل واحد وليه ذوقه في الاكل، فانت شوفي ايه اللي بيناسبك واعمليه. اهو تقعدي تقلبي فيها كده على طول، ايدك فيها ما تسيبيهاش خالص، لان لو سبتيها في ثانيه هتلاقيها خرزت منك. اه، حسيت ان الكميه قليله اللي انا عاملاها فضفت شويه ميه تاني. ادي فلفل اسود، تقعدي تقلبي فيهم لحد لما يبقى بالشكل ده. طبعا تظبط الملح بتاعها، يبقى ناقص حته بسيطه، لان لو زاد معاكي في البشاميل الملح يبقى طعمها مش حلو خالص. دلوقتي معانا المكرونه دي نص سوا نص سلقه، تحطي فوقيها اللحمه المفرومه وتنزلي عليها بكبشتين صوص البشاميل، وتقلبيهم كويس في بعض. انا مش بعملها طبقات، انا بعملها كده على طول، تحس الطعم بيبقى اقوى وبيبقى احلى طبعا. هتسويها كده في الصينيه كويس خالص. تفاصيل، بس شويه تفاصيل حكايه. مكرونه باللحمه جوعتني والله. نزل عليها كده بصوص البشاميل. بصي ادي البشاميل نازل من تحت ومتوغل فيها كده كويس. بصي هقولك على سر تخلي لون البشاميل من فوق معاكي زي اللي بنشوفها في السوشيال ميديا وبنشوفها في الفيديوهات والاعلانات. راح تجيبي معاكي صفارة بيضة، صفارة بيضة مش بيضة كاملة، وتضربيها مع فلفل اسود. تستني وش البشاميل بس كده ينشف وتجيبي الفرشة وتدهنيه. انا طبعا ما عملتش كده لاني كنت مستعجلة. فصفار البيضة هيطلع معانا لون حكاية. وما تخافيش، مش بيزفر الصفار، مش بيزفر خالص،
وانت هتحط عليها فلفل اسود. انا كنت بخاف من الزفارة بتاعة البيض، بس لما جربت الطريقة دي طلعت معايا حكاية. وتدخليها على فرن سخنة، وزي ما شايفين ادي الوش اللي انا حكيت لكم عنه. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، خيال.